احيانا كده تبقى قاعد في امان الله وفجأة تلاقي الموبايل رن، واحد بيقول لك بقول لك ايه، انت كنت مقدم عندنا في فتره من شغل وعايزينك في انترفيو بكره. تقعد بقى يعني دماغك تودي وتجيب، طب الانجليش انا مش جاهز، اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه خالص، بس تتفرج على الفيديو ده لاخره وانت هتعرف تعمل ايه. اتقل معايا وهتعرف كل حاجه. ومساء الفل ايفري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد، وفيديو النهارده مختلف حبتين، مش بس فوكست على الانجليش او مركز على قصه الانجليش، لا هو مركز بس على شخصيه واحده بس في الوطن العربي، الشخص اللي بيبقى عنده انترفيو تاني يوم على فجاه. ده والله ممكن يبقى ليه كذا احتمال، ممكن فعلا يكون جاله الانترفيو على فجاه، او هو عارف ميعاد الانترفيو بقاله شهر ومكسل ومأنتخ ومطرمخ ومبطرخ لغايه ليله الانترفيو جاي يقول لك انا مزنوق. ما علينا، بغض النظر انت انهي واحد فيهم، احنا النهارده هنقول لك تعمل ايه. اول حاجه حضرتك محتاج تعملها في ليله الانترفيو انك تقرا عن الشركه اللي انت رايح تعمل فيها الانترفيو. الشركه دي بتعمل ايه، بتبيع ايه، بتقدم ايه، بكام، مكانها فين في السوق، عدد الفولورز بتوعها قد ايه، الريفيوز بتاعتها على السوشيال ميديا قد ايه، عدد العملاء وعدد الموظفين في الشركه. يعني حاول تجمع قدر الامكان من الداتا او من النولج او من المعلومات عن الشركه دي والفروع والكلام ده كله. في نفس الوقت برضه لو حد سالك سؤال جوه خاص بالشركه انت تبقى عارف، يعني عشان ما تبقاش رايح مش عارف انت تعمل انترفيو فين اصلا. تاني حاجه محتاج تعرفها متوسط المرتبات فيها عامل ازاي، وده انت ممكن تحاول انك تعمل سيرش عنه وغالبا مش هتوصل لحاجه، او تحاول انك تسال حد شغال جوه الشركه دي وغالبا برضه مش هتوصل لحاجه، او انك تحاول تشوف اعلان وظيفه من الشركه دي في جروب من الجروبس، وده برضه عن طريق السيرش اللي ممكن تعمله، ده اللي ممكن يوصلك لحاجه. تالت واهم نقطه حضرتك محتاج تعملها دلوقتي، واللي هي غالبا قلقاك، انا الانجليش بتاعي مش قوي وما لحقتش ان انا اجهز بشكل كامل، اعمل ايه حضرتك؟ بص يا باشا، للاسف هي ليله واحده طبعا مش هتكفي ان احنا نظبط فيها كل حاجه، ولكن على قد ما نقدر. فاللي انت محتاج تعمله انك تجهز اجاباتك او تتدرب على اجابات اكتر الاسئله شيوعا في الانترفيو، وهم كالاتي. اول سؤال بيجي باشكال كتيره قوي اللي هو introduce yourself، واللي هي مش introduce yourself. ساعتها انت بتقدم نفسك، اسمك لو هو اصلا مش عارفه وده يبقى شيء غريب جدا. تاني حاجه سنك، المنطقه اللي حضرتك ساكن فيها، الكورسز او التريننجز اللي انت خدتها. خامس حاجه الاكسبيرينسز او الورك اكسبيرينسز او خبرات العمل بتاعتك. تاني سؤال غالبا بتتساله، انت عايز تشتغل هنا ليه؟ لازم طبعا ساعتها يبقى عندك اجابه. ثالث سؤال غالبا هتتساله، انت عايز تسيب شغلك الحالي او سبت شغلك الاخير ليه؟ ساعتها طبعا محتاج اجابه مقنعه. متوسط المرتب اللي انت متوقع انك تاخده قد ايه؟ ده طبعا نابع من السيرش اللي انت عملته قبلها بليله، فلو ما قدرتش انك توصل لحاجه حاول تقول متوسط قريب من السالري بتاعك في الوقت الحالي لو انت بتقدم في نفس المجال. فانت طبعا على حسب المجال اللي انت بتقدم عليه انت بتبقى متوقع ايه نوع الاسئله اللي هتجيلك، وبناء عليها تبتدي ان انت تكتب الاجابات دي في ورقه وتحاول انك تتدرب عليها، مش تحفظها. وركز كده معايا، مش تحفظها، لان اللي حضرتك حافظ هم بيبقى عندهم خبره او اكسبيرينس بشكل كافي ان هم يعرفوا الحافظ من الفاهم. حاول انت تعمل لهم براكتسنج كتير الاجابات دي، وتسجلهم وتسمع لهم وتسجلهم وتسمع لهم وتسجلهم وتسمع لهم، ولو مش مقتنع بيهم حاول انك تعدل حاجه وتتدرب على الانجليش بتاعهم. دي اقصى حاجه انت ممكن تعملها في ليله الانترفيو لو جالك على فجاه. انما بقى لو حابب تعرف تعمل ايه بالظبط في كل اجابه سؤال فيهم وتجاوب ازاي وبناء على ايه، فدي خليها في فيديو تاني منفصل متفصص عشان يبقى فيه تفاصيل كتير. انا قلت بس احاول الحقك لو انت مزنوق بكره. خلي الفيديو ده في جيبك ينفعك في وقت زنقه. لو انت بتتفرج وعندك نصيحه تنصحها لحد مزنوق في انترفيو بكره على فجاه، يا ريت تسيبها له في كومنت عشان يستفيد منها، ويا رب تكون استفدت معانا النهارده شويه. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. اشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي. ما تعملش كده تاني ها.